السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفات ام راوان. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه تاع لي تارتولات، وصفه اقتصاديه بمقادير موجوده في كل بيت. قبل ما نجوزوا الوصفه نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. من بعد حبيت نشكر كامل لي زابوني اللي راهم معايا، نقول لهم مرحبا والف مرحبا بكم في القناه، واللي هي قناتكم وراح تكبر بكم ان شاء الله. نقول لكم يعطيكم الصحة كامل، وكل وحدة ربي يرزقها بوش راهي متمنية. نجوزو تانيك الوصفة تاعنا. اليوم درت لكم هذو لي طاخ، درتهم لكم بزاف اقتصاديين، وجماع وحدة حبت تدير مشروع في هذا رمضان ان شاء الله رايحة ديرهم بزوج حبات بيض، كاس تاع زيت، راح تخرجي كمية ما شاء الله. دوك نجوزو نشوفوا المقادير. هنا شوفوا بعد ما طابوا جيت نحيتهم معاكم، راح يطيبوا حميمرين ويجوا بزاف، يجوا مقرمشين، يجوا خفاف، يجوا بزاف هايلين. ندوزوا المقادير على بركة الله. عندي زوج حبات تاع بيض حجم متوسط، عندي كاس زيت، عندي لاغوم تاع زبدة. ندوزو هنا نكسروا البيض تاعنا. عندي كاس ثاني تاع سكر غلاس، عندنا رشة تاع الملح، هنايا مغرفة تاع لافاني مع الكاس تاع سكر غلاس. نديروهم في الاول مع البيض. هنا اللي ما عندهاش كاس تاع اللي ما عندهاش سكر غلاس عفوا، تدير سكر كريستاليزي عادي، سكر حبيبات. ولا كيف اللي ما عندهاش لاغوم تاع الزبده تقدر عادي تعوضها بلافاني ومبشور تاع البرتقال. ولا نجوزو هنا نخلطوا كامل المكونات اللي درناهم حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي. من بعد نبداو نزيدو في الزيت تاعنا على دفعات. هنا دايما في الوصفات اللي نديرو فيهم الزيت لازم نديروها على دفعات ونخلطو مليح باش الزيت تدخل معانا مليح في هذوك المكونات. ما لازمش تبقى الزيت وحدها والمكونات الاخرين وحدهم، هكاك الوقت اللي راح نديرو فيه الفارينه رايحه تبدا تخرج لنا منها الزيت، ما تجيناش ناجحه. هنا درت لكم تاع لي طارتولات هكا فارغين، ومن بعد راح ندير لكم موراه الفيديو تاع لي طارتولات انا باش عمرتهم بواحد الكريمه بزاف سهله وبنينه خفيفه، وكيفاش درت لهم التزيين. هنا حبيت ندير لكم كامل الخطوات باش كامل تجربوهم وكامل تنجحوا فيهم. ولا هنا اي وحده حبت تخدم على روحها ثانيك تقدر تديرهم، وصفه بزاف ناجحه واقتصاديه وتقطع كميه لبس بيها. نقولها نوضي ختيتو شمري على يديك وبدايها وما تخميش كامل، وان شاء الله ربي يرزق كل واحد من واسع ابوابه يا رب العالمين. نكملوا الوصفه تاعنا. لهنا شوفوا كيفاش الخليط يولي لنا كريمي، وهذيك الزيت راح تدخل لنا مليح في هذوك المكونات. من بعد نجو نكملوا الفارينه تاعنا، وراح ندير عليها ثانيك شويه تاع الخميره. هنا الخميره الدور تاعها ماشي باش يضاعف لنا الحجم، ولا برك باش تعطينا هشاشه ويجي خفيف الكاطو تاعنا. هادو لي طاغ يجونا خفاف. نزيد نكمل بالفارينه ونديرو غير بالعقل ونلايمو العجينه تاعنا. ولا هنا نلايمو برك، ما نعجنوهاش العجينه بزاف، شغل غير ندخلو في الفارينه ونلايموها برك. باسكو كون نبقاو نعجنو فيها بزاف رايحه شغل تندلك معانا وتبقى تخرج لنا في الزيت، وتبقى ثانيك لاباط كي نبقاو نحلو فيها تبقى شغل تعاود تولي لنا تعاود تتكمش.
على ديك لاباط تاع الزيت حساسة بالبزاف وصعيبة على لاباط تاع الزبدة. ولا هنا تانيك ننصحكم بلاباطاغون تاع الزبدة، ديروها بزاف في الكاطوات تاع الزيت، راح تعطيها بنة وريحة بزاف هايلة. تشرو غير القيس هذاك تاع 50 دينار ولا 100 دينار، 10,000 رايحة تشد لكم مدة طويلة، باسكو ما نديروش منه بزاف، نديرو قطرات برك غير عجل النكهة هذيك. مش احكام اللي يبان هذاك الكاطو تاعنا باللي مديور بالزيت. شوفوا العجينة انا خلاص هنا راهي واجده معايا، نلايمها برك، نواسي برك يديا ونغسلهم. هنا شوفوا بعد ما لايمتها، شوفوا العجينه كيفاش تكون معانا. هنا غطيتها خليتها واحد 5 دقائق برك ريحت، قيس ما جبت ليمون تاوعي برك ورايحه نبدا معاكم. حبيت نوريكم برك ثاني هذوك ليمول انا اللي نخدم بهم، ليمول بزاف هايلين وما يلصقوش كامل، ويجو ثانيك متحوفه، الحبه تاعهم تجي متحوفه، ما راهي كبيره ما راهي صغيره. وانا كما قلت لكم نحب نخدم هكا، ندير امبول نديرها لداخل ونبدا نمشي بها ونحي الزوائد، ما نحبش نحل كامل العجينه نبدا نطبع فيها وندير، ما نحبش نخلي هذوك الزوائد شاك فوا نخلي العجينه. انا هذه الطريقه تجي بزاف سهله، راح تجيكم بزاف سهله وتجيكم عمليه، وثم تكملوا الكونتيتي تاعكم. لهنا بعد ما نكملوا نثقبوها، وانا يا مامكي ثقبتها من بعد حنديرها في المجمد، تريح واحد 10 دقائق هكاك حتى ربع ساعه باش تشد لنا مليح روحها، باش كي ندخلوها للفرن نضمنوها بلي مش راح يهبطوا لنا الاطراف تاعها. من بعد حين يتغلقوا هذوك كيما رانا مثقبينها بالفرشيطه، راح يتغلقوا لنا نعاودوا نثقبوها. صينو هكا في الاول كيما انا ثقبتها، ما تثقبوهاش، خلوا حتى كي تخرجوها من المجمد وثقبوها ودخلوها قباله في الفوغ اللي نكونوا مسخنينه 10 دقائق مقبل على 180 حتى 200 درجه. نطيبوهم من التحت، كي نشوفوهم بداو يحمروا لنا في الاطراف نزيد نشعلوا لهم من الفوق غير باش تنشف لنا برك لاباط. انا دوك نكمل الكميه تاعي كامل بنفس الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. هاي انا كملتهم كامل. هنا خرجت لي انا 25 حبه، درت لاباط شويه خشينه، هي تقدر تخرج لكم حتى 30 وحده، وثانيك هنايا يرجع الحساب ليمول تاعكم اللي ديروا فيهم. كاين بالك صغار على هكا تقدر تخرج لك حتى 35 حبه 40 حبه، اذا كانوا كبار راح تخرج لكم في 25 حبه. شوفوا هنا انا عاود ثقبتهم كي خرجتهم، ندخلوهم قباله غير نحوهم من المجمد، ندخلوهم قباله في الفوغ يطيبوا. هنا هامليك بعد ما خرجتهم طيبتهم من التحت، كي بداو الاطراف تاعهم يحمروا عاود شعلت لهم شويه من الفوق باش ينشفوا، داو هذيك تحميره خفيفه برك. شوفوا كيفاش يطيبوا بزاف هايلين. لهنا عاود ثانيك درت الكميه اللي بقات، ثانيك نزيد ندخلها طيب. وهنا تقدروا هذه العمليه ديروها ضكا قبل رمضان وتخبوهم في لي بورت مونجي، وبين الكاطو كي تبداو تستفوا فيه بورت مونجي ديروا له ورق الطبخ، ديروا له هذاك البابي باش هذاك يمتص لكم كامل هذيك الندا تاع الكونجيلاتور. وفي وقت رمضان تقدروا تخرجوهم، تحضروا غير الكريمه تاعكم ثم تصيبوهم واجدين ما يعطلوكم ما والو. تقدروا ديروهم هكا في سكري ولا في صالي في المالح ثانيك، تقدروا توجدوهم هكا ثانيك مالحين تخبوهم
في رمضان نجبدوهم نديروا لهم غير لافارس تاعهم وندخلوهم برك يتحمر من الفوق برك هذاك الفرماج ونعاودو نخرجوهم. شوفوا هنايا بعد ما كملتهم، شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعهم، يجوا بزاف هايلين، يجوا هشاش، يجي فيهم هذيك القرمشه. وبقاو لي مده طويله، ما كي درت لهم الكريمه بقاو مده طويله ما شغل ما طراوش معانا تمتم. علاه قلت لكم هنا اللي تحب ديرهم كمشروع ديرهم وعينيها مغمضين، ما تخممش كامل، مش حي كامل العجينه تذبال هكاك معاها. تاع الزبده لا تاع الزبده تمتم تشد لك بار اكزومبل النهار ديريها كيما اليوم، الغد ذاك تصيبي العجينه ولا طريه بالبزاف. هذه تاع الزيت لا 3 ايام وبقات العجينه مازالت هكاك شاده روحها. شوفوا الشكل تاعهم يجي ما شاء الله.